احنا ان شاء الله باذن الله بدانا 2/8. جمعنا اللاعبين الغير معارين وخدنا مجموعه. كنت انا عامل من شهر 2 لغايه شهر 7 عامل مشروع اسمه مشروع الامل في النادي المصري. خدت افضل عناصر في قطاع الناشئين عن طريق الانتقاء الصح ومتابعتهم خلال المباريات، وعملنا فريق توليفه طيبه جدا. عملنا اكتر من 8-10 مباريات داخليه مع انديه بورسعيد. الساعات الاخيره تحدد خلاص، احنا خدنا قرار حاسم بعد ما ترأى لمستر كامل ابو علي ومجلسه بان ليس هناك ضمانات تحافظ على حق النادي المصري في الدوري الممتاز. راجل عرض مبادره من موقف قوه، راجل جاي مع حكم محكمه رياضيه بمشاركه النادي المصري في الدوري الممتاز، ولكن راجل احتراما لروح الشهداء، احتراما للنادي الاهلي، احتراما لمصلحه الوطن. انا يا جماعه لو الامر عايزين نهدي الاجواء ومش عايزين النادي المصري يشترك هذا الموسم، انا ما عنديش اي مانع، لكن اخد ضمانات بان الموسم الجاي اعود للدوري الممتاز. اتحاد الكره للاسف ما ادالوش الضمانات الكافيه. الجهه الاداريه متمثله في وزير الشباب والرياضه، الراجل سعى قبله مره وطلب يقابله مره ثانيه عشان ياخد ضمانات بوجود النادي المصري. الاستاذ كامل ابو علي عانى كثيرا داخل مدينه بورسعيد في ان كان هذا الامر ضد بعض اهواء بعض المشجعين، لان عايزين النادي المصري يلعب، ولكن تحمل الصعاب من اجل مصلحه الوطن. ولكن وجد ان الراجل هناك ما فيش ضمانات، اضطر انه ياخد قرار وقرار حاسم، وارسل خطاب لاتحاد الكوره بمشاركه النادي المصري وحقيه النادي المصري المشاركه في 2012 2013. وهذا الخطاب يجعل اتحاد الكوره يدرس الموقف تماما قبل وضع الجدول. والله احنا مستعدين مع كابتن عباس نور الدين بقى لنا اكتر من اسبوعين اهو، داخلين في الاسبوع الثالث بنتمرن ماتشات وديه، بحيث ان شاء الله في اي وقت اقرر المصري يرجع احنا جاهزين ان شاء الله على الاضافات اللي هيجيبوها، ونكون قادرين ان شاء الله ناخد مسابقات الدوري ان شاء الله. واحد من عناصر الخبره وبتخوض التجربه مع التوليفه الموجوده حاليا من فريق الامل، شايف الدنيا وشايف في عناصر مبشره في الفريق؟ اكيد اي حد، اصل دول يعني في اكثريه منهم ما احتكوش، يعني احتكاكاتهم برضو قليله شويه، لما احتكوا ان شاء الله وياخدوا ثقل هيبقوا لعيبه كويسه جدا ان شاء الله. مستمرين لحد ما يجي لنا عرض او ان يقولوا لنا يلعبوا الدوري السنه دي. نسبه كبيره الناس بتقول ان احنا هنلعب الدوري السنه دي، كله بيتكلم عن الاجواء ان المصري ما ينفعش يلعب الدوري السنه دي، فمش عارفين احنا هنعمل ايه السنه دي. هل هنلعب؟ في قرار اللي احنا نلعب لحد دلوقتي، القرار بيقول ان احنا نلعب، بس مش عارف النادي هل هيرجع ولا مش هيرجع، لسه مش عارفين اي حاجه. اكيد احنا بنتمرن عشان قالوا لنا النادي موجود وباذن الله بصفه مستمره. نفسنا النادي يرجع تاني، نفسنا كره القدم ترجع في بورسعيد تاني ان شاء الله باذن الله، والحياه ان شاء الله ترجع تاني، الكره ترجع تاني في بورسعيد بصفه دايمه وباذن الله خير ان شاء الله. هل انت كواحد من اللعيبه كنت بتدور ان انت تروح اقرا حته الفتره اللي فاتت او كده ما وفقتش، ولا الدنيا كان بالنسبه لك شايفها ازاي؟ اكيد ان شاء الله انا كنت فعلا رايح، كان رحت الداخليه وكده بس، والمحله برضه كان في كام حته جايه لي، بس النادي قال لك هنلعب تاني. جينا احترمنا قرار النادي وقرار مستر كامل وجينا التمرين عادي بنتمرن، وعلى حسب علم حضرتك اللي احنا ان شاء الله هنشارك باذن الله الفتره القادمه في الدوري الممتاز ان شاء الله. هاني